شوبير يفجرها على الهواء ويعلن رسميا عن مفاجأة مدوية لكل عشاق وجماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي برسميا توقيع محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم على سبيل الإعارة. أخيرا الصفقة اللي طال انتظارها منذ سنوات طويلة جدا لكل عشاق وجماهير النادي الأهلي محمد علي بن رمضان، شوبير أعلنها النهاردة بشكل رسمي، وقال بأن محمد علي بن رمضان وقع للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم، وبعد ما يجتاز الكشف الطبي هيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة من جانب النادي الأهلي. لكن كل الأمور الخاصة بالمفاوضات انتهت بتوقيع محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي، وصدمة كبيرة جدا داخل نادي الزمالك بعد رفض تجديد زيزو رغم كل العروض اللي اتعرضت عليه من مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى إن هو رفضها. الزمالك قال لزيزو الأرقام اللي أنت طلبتها كلها تاخدها، ومع ذلك والد زيزو رفض إن زيزو يجدد لنادي الزمالك. وأخبار مؤكدة قالها امبارح الكابتن إبراهيم فايق، قال عندي معلومة ولكن مش هتكلم في تفاصيل أكتر من كده. قال زيزو النهاردة تواجد في مكتب الكابتن محمود الخطيب هو ووالده من أجل التوقيع للنادي الأهلي بشكل رسمي. ومن بعد ما قال الخبر ده كمية هجوم غير عادية على زيزو وعلى والده وكل جماهير الزمالك بلا استثناء في الوقت الحالي بتطالب برحيل زيزو قبل ما النادي الأهلي يعلن. مع إن إبراهيم فايق أكد بإن زيزو وقع بشكل رسمي للنادي الأهلي برغبته وبرغبة والده، اللي قلنا الكلام ده من امبارح. قلنا يا جماعة زيزو ووالده بيتمنوا إن زيزو يروح الأهلي وإن يلعب في بطولة كأس العالم للأندية وسط كوكبة من النجوم دلوقتي بقت موجودة في النادي الأهلي، عكس الزمالك تماما اللي بيمر بكمية مشاكل غير عادية. الزمالك قبل ما بيفكر يحل مشكلة بيقع في مشاكل أخرى، وأبرز هذه المشاكل مشلاك اللاعب البولندي، اللاعب اللي معرفش هو أصلا إيه مركزه وإيه دوره مع نادي الزمالك. بعد ما أعزلوه في التدريبات وقالوا له اتدرب لوحدك، عايزين يطفشوه بالطريقة، عايزين يخلوا اللاعب يمشي والعقد يمشي بالتراضي عشان ما يدفعوش فلوس. مشلاك النهارده شوبير أكدها، قالك صور فيديو بكل الوقائع اللي حصلت عليه والمعاملة السيئة، وتقدم بشكوى رسمية للفيفا بسبب مسؤولين نادي الزمالك اللي عايزين يمشوه رغم ان عقد اللاعب مستمر. وقال كمان مشلاك خلال الساعات القليلة القادمة هيقوم هيتوجه للفيفا بشكل رسمي وهيقدم شكوى في نادي الزمالك. وقال لك مش همشي غير لو خدت بقية عقدي، لكن ان العقد يتفسخ بالتراضي هو غير موافق على هذا البند على الإطلاق. يعني قبل ما بيخلصوا مشكلة بيخشوا في مشكلة جديدة. كمان النهاردة محمد شبانة قالك قالك الزمالك دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وبيحاول توقيع اللاعب بأي طريقة ردا على صفقة بن شرقي. أنا مش قادر أفهم هو ليه الزملكاوية فاكرين إن بن شرقي اتاخد منهم. يعني يا جماعة بن شرقي مشي من الزمالك راح ناديين، راح الجزيرة الإماراتي والريان القطري، وبعد كده الأهلي جابه واتعرض عليكوا سنة واتنين وبقاله 3 4 سنين ماشي من الزمالك. طب هو الزمالك مين قاله إن أنت ما تاخدش بن شرقي؟ ما تعرفش، هو حلق دلوقتي لما جه النادي الأهلي. ده فيديو النهارده، بتمنى من كل الناس اللي تابعت معايا الفيديو ان ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، ونشوفكم في فيديو جديد.